فيتامين كاف مهم في تجلط الدم ومهم جدا لصحة العظم، وبيقلل حدوث النزيف في المخ للأطفال المولودين قبل ميعادهم. فيتامين سي من الفيتامينات المهمة، لأن فيتامين سي زي ما هو معروف هو مضاد للأكسدة وبيقوي المناعة وصحة الأم. فيتامين سي مهم لتكوين الأوعية الدموية وتكوين الكولاجين في الجسم. فيتامين سي جرعاته بتختلف من سيدة للتانية، ممكن من 200 نوصل لغاية 1000 مللي جرام في اليوم. فيتامين ه، فيتامين ه مهم جدا وبيشتغل بالتعاون مع فيتامين سي، بيعزز صحة الجلد والأوعية الدموية. وبعض الدراسات بتقول ان تناول فيتامين ه بيقلل حدوث الإجهاض المتكرر او وجود آلام مبكرة او ارتفاع في ضغط الدم وحدوث تسمم حمل. فيتامين ب، في منه فيتامين ب 6 وب 12، الاثنين مهمين لتكوين وصحة الخلايا العصبية وتكوين الدم، وممكن نستخدمهم في أول 3 شهور كعلاج لحالات الغثيان اللي بتحصل في أول 3 شهور. لو بتفكري في الحمل لازم تراجع الدكتور بتاعك عشان نشوف جرعات الفيتامينات اللي انت هتاخديها من قبل الحمل طول فترة الحمل وكمان بعد الولادة.